السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هاخدكم في روتين كده في الصالة. انا كنت عملت غرفتين النوم وقلت اصور معاكم الصالة بقى. هبدأ الاول بسم الله الرحمن الرحيم. انا شلت الحافظات بتاع الارضية كلها بتاع الصالة، لان في يوم واحدة كب عليا شاي الصبح واحنا بنفطر، فقلت بقى اشيل وامسح وكده. فشلت السجاد، بدأت اكنس وهلمع البلد برضو، اديله مسحة كده. طبعا شديت السفرة هنا لان ده مش مكانها، عشان لما اجي افرش وبعدين احطها يعني مكانها. تمام. صلوا بنا حبيب قلبي في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قومي يلا تشجعي. الصيف بيحب الحركة، بيحب البلبطة. هنا استنيت لما الارضية نشفت، وجبت الحافظة دي مكانها، فرشتها، احاول اظبطها بقى وهنقل عليها السفرة كده. تمام. المفروض محمد يعني ربنا يخليه لي يا رب ويبارك لي فيه، هو اللي بيشتغل قصاد الترابيزه دي لان تقيله وجعت لي بطني. انا طبعا كنت مسحه الكرسيين الاولانيين ودول برضه هم مسحتهم كده. الله ينور. الله ينور عليك يا بنتي يا بالسومه. وادي التانية كمان. الله ينور عليا، قولوا له الله ينور عليك. شجعوني، فين تعليقاتكم؟ فين كل حاجاتكم الحلوه؟ انا بحب اسوي الشراشيب دي يا جماعه، العيش. ايوه، مفيش ولا شرشوب. لازم دي المقشه دي التخصصها هنا ان هي تسوي الشراشيب، مبحبش اكنس بيها. وانا كنت ماسحه برضو بين البلاط بين السجاد يعني في الاوض، كنت مستنيه اما ينشف وحطيت المشايه. هنا بقى هنيجي للكارثه. هنبدا. اللي يشوف كميه، شايفين كميه مناديل وكميه حاجات، يفكر ان انا ما بنضفش، مع ان انا بعمل كده كل يوم. بس الركنه لا، ما بشيلهاش كل يوم، يعني صراحة مش على طول. لما احس الدنيا بقى اتبهدلت قوي موقعين وراها حاجات كتير كده يعني. قلت بالمرة دي تنفيضة للشباك، ادي عشان الركنة لها رجول فالحاجات بتدخل تحتها. وهنا الجدار كان متطرب، والله ما اعرف من ايه، لان ممكن عشان كنت بفتح الشباك الفترة اللي فاتت دي على طول، فاكيد بيدخل تراب. انا اتفاجئت بيها الحقيقة. هنا دي سلوك النت، اللوتر، تنفيضة سريعة كده للركنة. انا بحب انفض يا جماعة، يعني ممكن لو قدام اي حد هنفضه برضه، بطلع طاقتي كده. ايوه جدعة يا بسبوسة شاطرة. يلا يا بنت قومي انت، وهي لسه مستنية ايه؟ قومي تشجعي. هو اي نعم الجو كان حر وانا كنت مفرهدة، بس والله انا برتاح نفسيا لما في النتيجة في الاخر. ربنا يعيننا جميعا. بقول لكم شايفين التراب؟ يعني مش ان هي نضيفة وانا بنضفها، لا هي محتاجة ان هي تتنضف فعلا. والموب ده جميل جدا 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 يعني. انا كنت بجيب الزاوية كمان اللي هناك عشان السلوك زي ما قلت لكم. عزكم الله، شايفين كمية الزبالة؟ يا لهوي يا لهوي يا ولاد. هنا كنت بكلم محمد، كان جه من المكتب،
انا عندي هنا في زاوية في الجدار، فبحب اظبط الركنة عشان تكون متناسقة جنب بعضها كده. هبدأ بقى اشيل الحاجات دي عشان انفضها. هي الحمد لله يعني الركنة نضيفة، مش ولا فيها بقع ولا فيها اي حاجة، الحمد لله يعني، ولله الحمد. احنا بقى خلاص يعني شوية كده وما عدناش هنقعد هنا بقى، بنقعد في الصالة اللي بره. حلو التنفيذ ده. دي اكتر واحدة بتبقى متبهدلة عشان بنقعد عليها، يعني بيبقى واقع وراها حاجات كده، بس برضو هنفض التاني. هنا الفرش ده كان محتاج ان هو يتغسل، بس انا قلت خلاص لما ما عادوش يقعدوا هنا ابقى اغسلهم وافرشهم بقى يفضلوا نضاف. التنفيذة الجميلة الجميلة السريعة. انا كنت مشغلة اغاني وكانت فصلت فبشغلها. انا بشيل برضو الحاجات دي، وهنفض برضو نفس ما عملنا هنا هنعمل هنا. والله يا ولادي الشغل صحة، ربنا يدينا الصحة جميعا يا رب، ويعافينا يا رب، اللهم امين، ويدينا الصحة كده. هنا صراحة كان جنبي وجعني جدا، كنت اخده مسكن الصبح، يعني قعدت باخد الصبح واخر النهار والله، ده هو اللي ربنا يشفيني. وجع جنبي ده صراحة تعبني قوي، وما بعرفش اشتغل غير لما باخد مسكنات. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا برضو قلت انفض الباب ده كده. هو ولا تراب ناعم كده من عشان الشباك قصاده، فمجرد ان انا انفضه كده شايفينه ما شاء الله بقى حلو. عارفين صيف يعني تراب وحر. اه والله زهق زهق. انا برضو قلت ادي كنسة سريعة برضو عشان امسح بقى، ما عادش يبقى فيه اي حاجة. انا عارفة ان احنا كلنا شطار في بيوتنا. بس انا حبيت اشارككم يومي يكون ماشي ازاي. انا هنا يعني كنا حوالي الساعة 11 كده، قلت بقى روقت الصالة والاوض. سيلا مبهدلة الحجاير ومبهدلة الدنيا، ربنا يهديها. هنا مسحت برضو كله اهو، وكنت مسحة تحت الركنة، لمعت هنا برضو كمان. وبعدين بقى هستنى اما تنشف وهفرش بقى. طبعا الجو حر والمراوح شغالة. انا جبت دي بتاع الصالة اللي بره، جبتها احطها هنا كده على ما اغسل التانية وتنشف وارجع دي مكانها. تمام، لان هي عشان دي صغيرة على المكان، فهي بتاعت بره بتاع الصالة اللي بره. بس والله لما حطيتها حسيتها لايقة اكتر من اللي هنا. ان شاء الله لما اجي اجيب سجاد هجيبه غامق عن كده، لان ده عشان ما عنديش الا هو، فبضطر ان انا اشيله واغسله واحطه. لو في بقى يعني غيار هتبقى الدنيا تمام. ايه رأيكم بقى؟ شايفين؟ انا بحب الفوطه دي، بحب انفض بيها، ولما باجي امسح بقى الجدران برضو بتنضف معايا عن يعني حلوه. ايه رأيكم؟ هنا بقى كنا دخلنا نعمل غدا، نعمل مسقعه. مسقعه. كنت قلت البتنجان وانا بخرط البطاطس زي ما انتم شايفين كده، وبحمرها برضو. تعالوا بقى نرص بقى في الصينيه. هي المسقعه دي كان ديتها صينيه بايركس عشان توريكم بس شكلها كده وهي جوه كده وبتغلي انتوا فاهميني اكيد يعني. هنرص البطاطس لان هي طبعا اكتر حاجه بتاخد سوا عن البتنجان يعني والفلفل. يا دوبك هنفرش كده البطاطس في الارضيه على قد الصينيه بالظبط. والله معلمه يا بنتي يا بسمه. هو دي طبقه البرنجان، هنحاول نحط على البطاطس عشان لما نيجي نطلع يعني نطلع الخرطه بخرطتها كده.
طبعا مطلعه على مناديل المطبخ عشان طبعا يصفي الزيت ده، مع ان انا كنت حاطاه في ميه وملح قبلها بيوم، بس انتوا عارفين هو لازم كده. تمام. وهنا بقى ده قرن فلفل وقرن شطه، لو مش بتحبها حراق ما تحطيش شطه، ده على حسب ذوقك. كده تمام. هنا بقى معانا بقولكوا شايفين، والله تتاكل كده من غير ما تدخل. هنا بقى عندي معلقتين لحمه مفرومه كده كانوا باقيين عندي، فقلت احطهم يطعموا الدنيا، ما مش كتير، يا دوبك كده ايه، معلقتين 3 بالكتير. حطيتهم على وش الصينيه. ايوه كده شطوره. وده نص كيلو طماطم مفروم وعليه كام فص توم، هننزل بيه وبعدين بقى ندخلها الفرن. يلا نشوف هنعمل ايه لما تطلع من الفرن، هتبقى حكايه. انا محمراها، مش محروقه يا جماعه. هتشوفوها دلوقتي. هنا كنت بحط شويه دقه وبهارات بقى، فلفل اسمر وكمون وكزبره ومكعب مرق كمان اهو. والله نسيت. اللسان دي حاجه فظيعه فظيعه فظيعه، وانا بنسى قوي يعني، بنسى بسرعه جدا. يعني شويه الكزبره، انا بحب الكزبره تبين طعمها كده في الاكل، انما الكمون لا، يعني حاجه بسيطه. نقلب بقى الكلام ده كله، ويلا يا متدلعه على الفرن. وربنا كان طعمها تحفه تحفه كده. ايه رايكم؟ انا محمره وشها ونشفت، ما عادش فيها يعني، ما هي الصيصه. يلا بينا، شايفين ده كنا احنا هنا كنا اتغدينا، كنت طلعت دورة غسيل وحطيت غيرها. ما عنديش مواعين كتير، هي دوبك بقى الغدا دي وكم حاجة كده. هنا كان محمد حاطط الصينية والحنفية كانت بتنقط. فلما قمت كانت نزل عليها كام نقطة كده، بس كويس اللي هي ما نزلتش على بقى ايه المسقعة. انا صفيتها اهي، مفيش حاجة. شايفين الأرضية مش محروقة. ربنا شامع. يلا نغسل بقى الكلام ده. نسمي الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الحوض مفيش حاجة، لاني كنت غاسله كل الحاجات قبل ما اطلع، يعني قبل ما اطلع من الغدا من المطبخ قبل الغدا، كنت مشطبه، ما كانش غير الصينيه اللي انا قاليه فيها الحاجات دي، اللي هي السودا دي. ودي كنت هنا عامله كركديه ومسقعاه و للفراخ يعني. عشان الجو حر كده يطروا على قلبه. شطوره. لو جديدة معايا ما تنسيش تشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من بيت بسمة شعبية. هنا الحر كان مفرهدني، كنت مشغلة المروحة وواقفة حرفيا مش قادرة، بس الله المستعان، ربنا يعيننا جميعا. انا فضيت نقلت المسقعة، حطيتها في علبة بغطا، كان بقى حاجة بسيطة يعني مش كتير. ودي الصينية اللي انا كنت قالية فيها البتنجان والبطاطس، هي اللي كانت متغسلتش قبل الغدا. ايه رأيكم؟ يلا يا حلوين تشجعوا، احنا كلنا بنشجع بعض وكلنا بنتعلم، مفيش حد فينا ما بيتعلمش
وياريت نتعلم من غلطنا. عايزة اقول لكم ان انا اكتر واحدة بتعلمش من غلطي. قلبي طيب يعني ايه، مش عارفة دي طيبة ولا بتسموها ايه، مش عارفة. ما علينا. انا كنت بطلع الطماطم اللي في جنب الصينية كده. سيلا بنتي بقى عمالة تجيب لي الحاجات، كنت قاعدة هنا على الرخامة بكلمها. هنا كانت عايزة تعدي الناحية التانية من الرخامة. يلا. هنا بقى بعد ما اخلص هتجيب لي الواي اغسلها تاني. ربنا يهديها يا رب ويرزق كل مشتاق ذرية الصالحة، اللهم امين. الصوانة دي جميلة جدا. دي الصوانة دي بتاع جهاز بتاع فرحي. كنت في الاول لو كان كذا حد قال لي لو استعملتيهم هيتحرقوا منك وهيبوظولك الاكل ومش عارفه ايه. فضلت فتره كبيره ما استعملهمش. لما جيت في مره احتاجتهم لقيتهم ما شاء الله، لان هم تقال مش خفاف، ما شاء الله احسن من الالمونيا، وشايفين بينضفوا. يعني اللي في ايدي دي سبونشة مش سلكة ولا اي حاجة، وهتشوف اللهم بارك لمعتها. يعني انا عامله مسقعه يعني طماطم يعني يعني اكيد هتبوظ او هتشيط الحاجه او كده او كده. لا انا بستعملها من زمان، وبعمل فيهم كيكه على فكره. كل حاجه بعملهم فيها. شايفين؟ حتى هتلاقوا السكينه معلمه فيهم مكان ما انا بعمل فيهم كيكه. انا بقى اسلك الحوض، مبقاش في حاجه وتلاقي الميه تقف فيه من المصفى وكده. هنا انا كنت غسلت البوتاجاز، ايوه ما صورتوش معاكم. وغسلت الحوض عشان سيلا كانت بتعيط، كنت بسكتها شوية، بشتلها شوية وبقعدها هنا شوية، فما صورتش البوتاجاز وانا بغسله. هنروق الحوض بقى. الفوطة دي انا بصفى عليها زميلة اللي هي محطوطة دي، بحبهم الحقيقة. يعني بيشربوا مية وكده وبينضفوا بسهولة. ده مسح الحوض ده مرض يا جماعة. اهي سيلا بقى جابت كوباية بتلعب بها، بتقول له خد اغسليها. بقول لها يا بنت انا لسه ما خلصتش، حرام عليك. وتقول لي ازاي انت تخلصي يعني؟ زي ما بيقعدوا يقولوا لنا ايه وانتوا لازمكوا ايه يعني، بتعملوا ايه طول النهار ما انتوا قاعدين؟ تعالوا شوفونا واحنا قاعدين. الواحدة تعمل الشغل كل الشغل ده وتيجي تمسك التليفون وتقعد يقول لها اه ما انت قاعدة ماسكة التليفون طول النهار. اي والله. ما بشوفوناش واحنا بنعمل كل الشغل ده. كده انا كنت خلصت البوتاجاز والحوض. انا ما كنتش واخده بالي بقى من سيلا وهي بتفتح التلاجة. هنا سيلا بتعمل لي كل مصيبه واختها في التلاجة، مش قادره ولا اشوف، واقفه بترقص ولا في دماغها. هي باين مستطريه التلاجة. احنا ساعات بنقوم من النوم نلاقي التلاجة دي مفتوحه بسببها. انا كده لحد دلوقتي لسه ما خدتش بالي منها.
شوفي بقى هي عمالة بتفكر هي عايزة تعمل ايه او عايزة تاخد ايه. انا ما عدتش بعرف احط البيض في التلاجة منها، بتجيبه بتكسره على الارضية. يا والله اهو هنا بقول لها اقفلي التلاجة، بتقول لي هجيب حاجة اكلها. قلت لها طب هاتي واقفلي، واقفة تلعب برضو. هنا بقى بدأت امسح الارضية. انا كل يوم بعد الغدا بشطب مطبخي كده وبمسح ارضيته، وعزكم الله لو في زبالة باخدها ارميها كده اول باول، ما بحبش اسيب حاجة. ربنا يعيننا جميعا يا رب. شايفين هنا كده، يا رب تسمع الكلام. الله يهديك يا بنتي، اللهم امين يا رب. انا حاطه الحافظه دي زي ما قلت لكم، ما عنديش فرشه للمطبخ غير لما المطبخ يجي. انا حاطه دي بس كده تحت رجلي وانا واقفه، انما ان شاء الله هجيب له فرشه بس لما المطبخ يجي. ادعولي. هنا انا بقى كنت خلاص فصلت، بس لسه ما خلصناش. هو احنا بنخلص ما بنخلص، عمرنا بيخلص والشغل ما بيخلص، بس لازم نكون قدها. تعالوا شوفوا بقى النظافة، شوفوا الكلام. بقول لكم كده تمام. هنا بقى بداية القصة في السجادة دي. الصبح واحنا بنفطر عبد الرحمن كبها وسيلة جايبة الفوطة عشان تمسحها، عايزين يداروا الجريمة بس معرفوش. هنا بدأت اغسلها طبعا. ما شاء الله يعني الحمام كبير، يعني غسلتها كده يعني انا خدتها على 3 مرات. تمام. وكده خلصنا وسبناها تتصفى كمان وغسلنا الحمام، والدنيا بقت فل شمعة منورة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.